هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هتبقى اول ابسود من الحلقات اللي احنا هنعملها للهيلثي لايف. والهيلثي لايف مش بس مثلا اكل صحي وكده، لا هتبقى يعني هيلثي لايف في العموم كله. بس النهارده خلينا نبدا باللي هو يعني حاجه شبه كده الدايت او الاكل الصحي وكده. بس الفيديو ده هيكون فيه اغلب مثلا المفهوم الغلط اللي احنا كنا فاهمينه عن الاكل الصحي والايه والدايت والكلام ده كله. اول حاجه خلينا اوضح فكره. يعني انا بجد ياما كنت في المواضيع دي، من اكل صحي بقى ودايت وكده والحاجات دي. كنت فاكره وانا صغيره، يعني مثلا انا في اعدادي او مثلا اولى ثانوي وكده، ان انا لازم اعمل دايت قاسي جدا بقى عشان اخس وكده. بس يعني لما حاولت ان انا ايه بقى اقرا، يعني مثلا اشوف فيديوز اكتر وكده، ان انا افهم ايه الدنيا من الموضوع ده. اول حاجه عرفتها ان انا ابعد عن مفهوم الدايت ده خالص. يعني الدايت ده ابعد عنه خالص. ان انا مثلا ما اجيش في يوم اقول لا انا عامله دايت فمثلا مش هاكل كذا. ماشي. ليه بقى ده بيحسسنا مثلا ان احنا بنستنى اليوم الفري بفارغ الصبر، عشان احنا بنحس نفسنا ان احنا يعني ايه محرومين من الاكل اللي هو بقى الحلو، اللي هو اللي احنا مثلا عايزين ناكله، مثلا حاجه حلوه، مثلا حاجه من بره بقى، الاكل اللي هو الفاست فود وكده. بس ده طبعا مفهوم غلط جدا جدا، وده بيخلينا بقى اللي هو ايه بنكره بقى الاكل الصحي بقى والدايت ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فدلوقتي احنا قدامنا اتنين مفهوم قدامنا: مفهوم الدايت ومفهوم الاكل الصحي. ايه الاصح احنا نمشي عليه في حياتنا واللي احنا هنحس منه بفرق جامد قوي؟ الاكل الصحي. خلي الاكل الصحي ده مش مجرد دايت بقى وحرمان ومثلا اللي هو ايه زهق بقى وملل وكل ده. امشوا ورا نهج الاكل الصحي. الاكل الصحي قد ايه هو بجد بيحسن من حياتكم، بيحسن حياتكم خالص بجد في كل حاجه. ان انا اخد مثلا بديل من كل حاجه انا عايزاها واكلها بس بطريقه صحيه. بس عشان ايه مش بس فكره دايت. يعني مثلا عادي في ناس ما بتكونش عايزه تخس وبتحب الاكل الصحي. انا مثلا بحب قوي 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 الاكل الصحي، اللي هو بقى الحاجات الصحيه دي كلها، والاكل الصحي بحبه اكتر من اللي هو الايه الاكل التقيل وكده. خصوصا اصلا انا يعني عندي في معدتي ميكروب حلزوني. و... وده طبعا يعني ايه بيبقى طبعا اكيد انتوا عارفين ان هو ما بيحبش الاكل التقيل ولا المقليات وكده. فيعني لما جه عليا فتره في اول الميكروب ده، كنت ايه باكل اللي هو ايه الاكل اللي هو بقى ايه مش مقلي والكلام ده. فكنت باكل اكل صحي عشان ايه عشان الميكروبين. فده يعني الصراحة فترتي برضو يعني حببتني أكتر في الأكل الهيلثي وكده. بس يعني الفكرة كلها إن أنا عايزة أقول لكم إن أنتوا متمشوش ورا نهج الدايت والحرمان وكل ده، عشان ما تحسوش نفسكم إن أنتوا زهقانين ومملين من الموضوع. ده أول حاجة عايزة أقولها في الفيديو. تاني حاجة آه، بجد حاجة مهمة جدا جدا جدا: شرب المية. شرب المية. أنا يعني اللي يعرفني يعرف إن أنا أصلا بجد زمان ما كنتش بشرب مية خالص. ما كنتش بشرب مية نهائي في اليوم. أنا ممكن مثلا أشرب بق مية مدة مثلا يوم عادي، ممكن الإزازة دي أشربها مثلا في 4 أيام. زي ما كنت بقول لكم ده حاجة غلط، مش بس طبعا عشان نخس مثلا، ولا عشان إن إحنا مثلا ننزل في الوزن أو أي حاجة في العموم دي. بس المية بجد ليها فايدة كتيرة جدا، سواء على جسمنا أو على شعرنا أو بشرتنا أو في صحة جسمنا عموما، في الكلى بقى وفي كل حاجة. طبعا قلة المية دي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. وأنا برضو كنت بعاني للأسف مثلا من إيه آم، من بشرة جافة بقى وشعر جاف بقى وإيه وحبة وجع ومش عارفة إيه وكده، في كل ده بسبب قلة شرب المية. شرب المية ليها فايدة كبيرة جدا، مش بس نحطها في يعني في موضوع بس عشان هي تدخل ضمن الهيلثي بقى وبتنزل مية في الجسم وكده. ده لأ، شرب المية مهم جدا بجد في حياتنا. يعني أول ما تقوموا كده خدوا 2 كوباية مية قبل الفطار، و2 كوباية مية قبل الغدا، و2 كوباية مية قبل العشاء. وحاولوا بقى ايه ان انتوا ما بين الوجبة والوجبة تشربوا مثلا كوبايتين كمان كده. يعني مثلا من 8 وزيادة بقى، يعني ايه وزودوا براحتكم. من الحاجات برضو اللي بتساعد على ان احنا نمشي على نظام صحي
النظام يومنا يكون نظام يعني ايه متوازن في الاكل. اول حاجه مثلا احنا لما نقوم وجبه الفطار دي مهمه جدا جدا، مع انها عند ناس كتير قوي. مثلا انت ممكن تقوم مثلا تقول لا انا مكسل افطر النهارده، فاهم ايه مش لازم افطر بقى، هاكل اي حاجه كده. وجبه الفطار مش بس عشان زي برضو بقول لكم، مش بس عشان انت عامل مثلا دايت او ماشي على لايف ستايل معين فعندك وجبه الفطار دي مهمه. لا، وجبه الفطار دي مهمه عند كل الناس ايا كان ايه جسمهم، ايه بقى اي حاجه من دول. وجبه الفطار مهمه جدا جدا جدا، ولازم تكون وجبه متكامله من بروتين وبحاجه بقى فيها الياف. كل حاجه دي تكون متوازنه. نظام يومنا عموما يكون نظام متكامل في كل حاجة. ومثلا أنا كذا مرة بنصح مثلا لما حد يكون ماشي على آه، نظام معين وكده، مش دايت، لأن خلاص فكرة الدايت دي أنا لغيتها من دماغي من زمان جدا. إن أنا مش ماشية على دايت، بس إن أنا باكل أكل صحي ماشي وعادي. اللي انتوا مثلا عايزين تاكلوا حاجة من بره كلوها. مفيش حاجة اسمها حرمان في الأكل الصحي، وفي الدايت مفيش حاجة اسمها حرمان خالص. عايزين تاكلوا حاجة حلوة من بره أكيد بقى أي حاجة كلوها، دي مش هتمنع خالص إن أو في حاجة تأثر في حياتكم يعني. في بقى حاجة أنا جبتها من فترة، أكيد برضه انتوا سمعتوا عنها، وهو مشروب البقدونس والكرفس. ده يا جماعة تحفة تحفة تحفة، بحبه قوي قوي بجد. دي انا مش اول مره اجيبه. ايه هو ميزته؟ ميزته طبعا هو الكلام اللي هو بيخسس، الكلام ده طبعا ايه ما ملوش لازمه. بس هو الحاجه الحلوه اللي فيه مثلا انت بتشربيه فهو بينزل الميه في الجسم عموما. ده بينزل ميه جدا. فكرته مثلا هو ايه مش انتي هتشربيه من هنا تخسي مثلا 5 كيلو من هنا، لا طبعا، بس هو بينزل الميه في الجسم. زي ما كنت بقول لكم اللي هو بينزل الميه اللي في الجسم، فبيخلي ايه الدنيا تمام كده، وبينزل لنا ميه زياده. مثلا لو ماشيين حاجه فيها ملح زياده فده ايه بيظبط الدنيا في جسمنا. وتاني حاجه برضه عايزه اوريها لكم وهو سكر سويتال ده انا ما بحبش الصراحه الافتر تيست بتاعت السكر الابيض. السكر الابيض انا ما بحبهوش صراحه، يعني انا حتى يعني كنت ماشيه على آم، اكل صحي او مش ماشيه. انا ما بحبش السكر الدايت، قصدي ما بحبش السكر الابيض. سكر الدايت بالنسبه لي احسن كتير قوي قوي. ومثلا لو هو مش موجود فهو مش ملوش سكر. مش بس فكره ان انا عايزه مثلا اخس ولا كده، لا، بس عشان السكر الدايت بالنسبه لي احسن كتير كتير قوي بجد. وكمان قدامكم بجد كتير قوي 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 من الاختيارات اللي هي من غير سكر. هحط لكم شويه دلوقتي حاجات مثلا تجيبوها يعني هي من غير سكر. زي مثلا الحاجه الساقعه من هيلث اند تيستي، او من جرين كولا. الاثنين بس قدامكم ايس كريم. خليني بس في الفيديو ده اللي انا مش هظهر اي مثلا اكل ولا شرب في الفيديو ده، خلينا في الحلقه اللي جايه. خلينا بس الفيديو ده انا اوضح لكم ايه مفهوم الهيلث لايف اللي احنا عايزين نمشي عليها. وخليه في الحلقه الجايه ان شاء الله ان انا احط لكم كذا مثلا وصفه، كذا ايه كذا اكل وشرب احنا نجيبه ونمشي عليه، بجد هيبقى بديل تحفه تحفه. في النهايه عايزه اقول لكم في نهايه الفيديو خلاص انا يعتبر كده خلصت المفهوم اللي انا عايزه اقوله النهارده في الفيديو. وان شاء الله من الحلقه الجايه زي ما قلت لكم احط لكم كذا وصفه وكذا بديل للاكل والشرب وكده، واحط لكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. وبجد يعني بجد هتبقى تحفه وهتستفادوا جدا جدا من ان شاء الله من الحلقات دي. بس في المجمل وفي النهايه عايزه اقول لكم ان الاكل الصحي خلوه لايف ستايل في حياتكم، مش حاجه انتوا ماشيين عليها وايه تحسين انتوا ايه ملين بقى وزهقانين من الموضوع. خلوه بجد ابعدوا عن فكره الدايت خالص 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 بجد، وان انتوا بقى تمشوا على نظام بقى قاسي او الكلام ده ابعدوا عنه خالص بجد. شوفوا ايه اللي جسمكم محتاجه، ايه اللي جسمكم مش محتاجه. امشوا على الخطوات الصحية اكتر ما انتوا تمشوا على دايت وايه حرمان وكل ده. انا عن نفسي يعني كنت زمان غلطانه في الموضوع ده انا ايه ممكن اعمل دايت بقى وقاسي، لا مش هاكل، لا مش هعمل كده. ده بجد انا كنت غلط جدا في الموضوع ده. لما عرفت فكره الاكل الصحي وان انا اخده ك لايف ستايل، فده حسن حاجات كتير قوي. وباكل عادي مثلا اكل من بره، وباكل حلويات عادي جدا خالص. بدخل كل حاجه في يومي في نظام، كل ده مفيش اي حاجه خالص. وبصراحه حسيت ان ده احسن بكتير. والفيديو كده يكون خلص، بتمنى ان تكونوا استفدتوا.
ان شاء الله استنوا في الحلقات اللي جايه، هتكون احلى بكتير. ده الفيديو يكون خلاص، واشوفكم الفيديو الجاي. لو عايزين اي سؤال ممكن تسالوني على انستجرام، هحط لكم اللينك في اول كومنت. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.